هعمل معاكم كفتة الفراخ وطبق الرز الحلو دون بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركة الله. جبت الفراخ وحطيت عليها كزبرة خضراء، جبت بصلتين وفلفلاية حمرا كده وضربتهم في الكبة واخدت المية بتاعتهم. بعد كده هضرب في الكبة تاني كده بس حبة حبة كده. هضرب الفراخ بالكزبرة مع البصل مع الفلفل الاخضر. هبدأ اللي انا اضربهم كلهم وهحطهم في الطبق وهنبدأ ان احنا نبهرها ونحط البهارات بتاعتها. هستخدم النهارده السبع بهارات من شركة كنوز، وحطيت كمان بودرة ثوم وحطيت بودرة بصل وحطيت كزبرة ناشفة وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود وسنة صغيرة من القرفة وبهارات فراخ وبابريكا حمراء. عايزة اقول لكم ان ريحة السبع بهارات بجد ريحتها حلوة قوي وادت كمان طعم مميز لكفتة الفراخ. عملت بقى ميكس كده بالحاجات دي كده كلها مع بعض، والمفروض برضو ان احنا ندعكم كويس. تركايه هنا حلوه، حطيت معلقه من السمنه البلدي وهمكسهم كويس جدا مع بعض. بعد كده عشان يمسكوا في بعض حلو حطيت 3 معالق كبار من البقسماط المطحون. عايزاكم بقى كده تشموا ريحه التتبيله القمر دي جامده جدا. هسيبها بقى كده في التتبيله دي من اول ساعتين عشان تاخد كده الطعم، تاخد وتدي يعني. بس طبعا انا كالعاده ما سبتهاش وبدات ان انا اصبحها على طول. بدات ان انا اصبحها كده على المسن. تمام. اللون الاحمر ده المفرش السيليكون، انا بحب اصبع عليه الكفته، بيبقى حلو قوي برضو. ما بيلزقش وبيسهل الدنيا عليا. دي بقى ميه البصل وميه الفلفل الاخضر، حطيت عليهم زيت وحطيت عليهم معلقه صلصه بيوريه وحطيت عليهم السبع بهارات وحطيت عليهم كده شويه عسل وبابريكا ونقطه صغيره من الملح. هنعمل ايه بقى بالميكس ده دلوقتي؟ هدهن بيه الكفته، هيديها بقى طعم جامد جدا. الكفته دي تخش الفرن وكمان نقليها في الزيت، مفيش اي مشكله. طبعا طالما دخلتها الفرن هقلبها، طلعتها بعد شويه وبقلبها على الناحيه التانية كده زي ما حضراتكم شايفين، وهدهنها تاني الوش التاني هدهنه برضو بالخليط اللي انا عاملاه ده. تعالوا بقى نحضر الرز اللي احنا عملناه. انا عملت برز مصري، ما عملتش رز بسمتي. حطيت بصل وبعد كده حطيت عليها جزرايه مبشوره، طبعا مع شويه زيت وحته سمنه بلدي. هقلبهم حلو لحد ما يتبلوا كده، يعني لونهم يدخل في السوي. بعد كده حطيت ورق لورا وحبهان وقرنفل. تمام. ولقيت عندي قرفه كده عيدان، رحت حاطه نص عود. هحمرهم شويه مع البصل ومع الجزر. بعد كده هحط البهارات بتاعتي. حطيت كاري وكركم وبهارات فراخ والسبع بهارات ومرق الدجاج، هديهم برضو تقليبه كده مع بعض. احنا هنا غاسلين الرز بتاعنا، هحطه عليها وبعد كده هكون مجهزه الميه السخنه، وطبعا هحط الملح بتاعها وهحط عليها ميه سخنه وهسيب الرز بقى يستوي براحته خالص. لو كان بقى في وقت كمان كنت عملت لهم مع الاكله دي بطاطس مقليه. انا عملت صوص توميه وكنت عملت طبق سلطه، بس الصراحه ما كانش عندي وقت لان الاذان ادن والاكل كان لسه بيستوي. بس بجد هتاكلوا احلى كفته فراخ، طعمها بجد من الاخر والله طعمها حلو، جربوها وهتعجبكم. وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين.